ورد في العناوين: دخلت إلى غرفة العمليات قصد الخضوع لعملية استئصال اللوزتين، لكنها خرجت من هناك في حالة شلل وفقدان البصر. هي الطفلة الصغيرة سلمى التي أرجع التقرير الطبي لمستشفى محمد السادس بالمضيق أرجع حالتها إلى مضاعفات مفاجئة حدثت أثناء العملية، بينما تقول العائلة غير ذلك وترمي باحتمالية الخطأ الطبي وتطالب بفتح تحقيق. ريبورتاج صديق بن زينة وفريد غيتو. لا تزال هذه الأم تحاول أن تستوعب ما حدث لابنتها بمستشفى محمد السادس بالمضيق. طفلة ذات 8 سنوات دخلت الأربعاء الماضي لقاعة العمليات من أجل استئصال اللوزتين، لكنها أحيلت على قاعة الإنعاش وهي في حالة شلل تام وغيبوبة حادة، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى سنة الرمل بتطوان، حيث لا تزال ترقد في قسم الإنعاش. الكنيسه ديالي جبتها باش نحيد اللوزتين، يعني نحلق. كان عندها الموعد نهار الاربعاء ملي جبتها دخلت الطبيبه انا عندها مع ديك 12 لارو ب 11 ونص. هيداك شويه خرجت عندي كترعد، شبره لي ديال البرج في يدي كترعد. قالت لي بنتك ما بغاتش تفيق لي، واش فيها شي حاجه؟ قلت لها فيها حتى شي حاجه، التحاليل ديالكم عطيتها لكم كامله ما كاينه حتى شي حاجه. كنطالبوا بفتح تحقيق، لان وليدات الناس حتى هما كاملين يمكن لهم يتعرضوا للحاله اللي تعرضت ليها هذه البنيه هذه، اللي جات لواحد العمليه بسيطه. العمليه ديال الحلق كلشي كيعرفها، نص ساعه المكانه حتى لساعه المكانه، ماشي غطيح البنت في غيبوبه وغادي تصبح يعني فاقده المجموعه ديال الحواس، فهمتي، ما كتسمع ما كتشوف، يعني شيء يدمي القلوب. التقرير الطبي الذي حصلت عليه أسرة الطفلة يتحدث عن توقف مفاجئ للقلب أثناء إجراء العملية ليتدخل الطاقم الطبي لإنعاش الضحية، لكن المضاعفات كانت خطيرة: غيبوبة ثم فقدان للسمع والبصر، وهو ما اعتبرته أسرة الطفلة خطأ طبيا استدعى وضع شكاية لدى العدالة. وهنا تطرح مرة أخرى إشكالية الأخطاء الطبية في القانون الجنائي المغربي، والذي تغيب فيه فصول مخصصة للممارسات الطبية الخاطئة. عملنا شكاية حنايا لنواكيل الملك، دينا تما النائب وكيل الملك، دينا التقرير وديك الشيء كتبناه عند مدير المندوب ديال الصحه. ملي مشينا قال لك هذه ماشي جريمه. هذه الاشكاليه ديال وجود قانون صريح يجرم هذه الافعال المرتكبه من طرف الاطباء الممارسين هي اشكاليه كبيره. هنا بغض تنصيب في دول اخرى كاين هناك نصوص تجرم، وهناك تقارير طبية تعهد إلى أطباء أخصائيين، وهناك كذلك تخصيص فيما يخص قضاة أخصائيين في النظر ودراسة الملفات التي تتعلق بهذه الأخطاء الطبية. ومن أجل معرفة تفاصيل ما حدث داخل قاعة العمليات الجراحية بمستشفى محمد السادس بالمضيق واستجلاء الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ما آلت إليه الوضعية الصحية الخطيرة للطفلة، راسلنا وزارة الصحة في الموضوع لكن من دون رد، لتبقى وحسب خبراء القانون إشكالية الأخطاء الطبية قائمة في المعالجة القانونية في غياب مدونة للصحة لملء الفراغ القانوني الخاص بالمسؤولية الطبية.